كلنا سمعنا عن تطوير الذات، بس كام واحد فينا حاسس إنه بيلف في دايرة مقفولة وما بيوصلش لحاجة؟ في الشرح ده هنفك شفرة فخ تطوير الذات ونعرف إزاي نخرج منه بجد. طب فكر كده معايا لحظة. كم فيديو عن تطوير الذات الواحد شافه؟ عشرات؟ يمكن مئات؟ طيب كل المعلومات دي راحت فين؟ إيه اللي حصل لها؟ ونيجي للكتب. فاكرين الحماس بتاع أول كام صفحة؟ كام واحد من الكتب دي لسه مركونة على الرف ومستني حد يكمله؟ لو الإحساس ده مألوف، إحساس إن الواحد بيجري في مكانه ومفيش أي حاجة بتتغير، فاطمن، الإحساس ده مش لوحدك، ناس كتير جدا بتحس بيه، دي مشكلة جماعية. وهنا بقى مربط الفرس. المشكلة مش في فكرة تطوير الذات نفسها، لكن في نسختها المزيفة. في فرق كبير قوي بين إن الواحد يجمع معلومات تريحه مؤقتاً وبين إنه ياخد خطوات حقيقية ومستمرة تغير واقعه فعلا. وده ياخدنا لأول فخ، ويمكن أكبر فخ أغلبنا بيقع فيه. فخ إن الواحد يعرف كتير بس ما بيعملش أي حاجة. الحقيقة المرة إن كتير مننا تحول لموسوعة اقتباسات متحركة، حافظين كل الكلام الصح وعارفين كل النصايح، بس للأسف كل ده بيفضل في منطقة الكلام والنظريات. والنقطة الخطيرة هنا إن كل فيديو وكل كتاب بيتحول لمجرد مسكن مؤقت. الواحد بيحس إنه كويس لحظياً، إنه بيعمل حاجة مفيدة، بس في أرض الواقع ولا أي حاجة بتتغير. نيجي للفخ التاني، وده فخ بيسرق مننا العمر حرفياً، لعبة الانتظار. أكيد الجمل دي عدت علينا كلنا. هبدأ لما أكون واثق من نفسي أكتر، هبدأ لما حياتي تتنظم، هبدأ لما بقى أقوى. الحقيقة إننا بنستنى نسخة مثالية من نفسنا عمرها ما هتيجي. بس المفاجأة بقى إن الواحد مش بيستنى يبقى قوي عشان يبدأ، هو بيبقى قوي لأنه بدأ. الثقة والقوة والتنظيم مش شروط للبداية، دي جوائز الواحد بياخدها لما يكمل في الطريق. الفخ الثالث هو وهم كبير عايشين جواه للأسف، أسطورة إن التغيير لازم يكون سهل ومريح. النقطة دي مهمة قوي. لما الواحد يحس بالتعب والشك والملل، دي مش علامات فشل، بالعكس دي بالظبط علامات إن التغيير الحقيقي بدأ يحصل، وإن العقل والجسم بيقاوموا الوضع القديم المريح. في قاعدة كده لازم نحفظها زي اسمنا: أي تغيير بجد لازم يكون مش مريح في الأول. لو الموضوع ماشي سهل زيادة عن اللزوم، يبقى غالباً مفيش تغيير حقيقي بيحصل. ودلوقتي خلينا نتكلم بسرعة عن 3 أفخاخ تانية ممكن تكون مستخبية شوية لكن تأثيرها مدمر جداً. أولاً، مقارنة كواليس حياتنا بشريط حياة حد تاني على السوشيال ميديا، ده حرفياً بيقتل أي فرصة للتقدم. ثانياً، الاعتماد على الحماس اللحظي اللي هو عامل زي الألعاب النارية بدل الانضباط الهادي والمستمر. ثالثاً، الواحد بيبقى مستني يشوف نتيجة عشان يلتزم، مع أن المعادلة معكوسة. الالتزام بيجي الأول، بعدين النتيجة بتظهر. طيب بعد كل الأفخاخ دي اللي ممكن تحبط أي حد، إيه الحل؟ الحل، صدق أو لا تصدق، أبسط بكتير مما نتخيل. الحل هو قوة الواحد. ننسى تماماً فكرة تغيير الحياة كلها في يوم وليلة. الحل كله في التركيز على حاجة واحدة بس، عادة واحدة صغيرة جداً لكن يومية. القوة الحقيقية مش في ضخامة البداية، لكن في سحر الاستمرارية. الخلاصة كلها في خطوتين 2 بس. أولاً، ابدأ صغير قوي، عادة واحدة بسيطة نقدر نعملها كل يوم. ثانياً، نستمر، نركز على الفعل بتاع النهاردة وبس، وما ننشغلش ببالنا بالنتيجة النهائية اللي لسه بعيدة. ولو في جملة واحدة عايز أختم بيها فهي دي: لو تطوير الذات فشل معاك قبل كده، فالعيب كان في الطريقة مش فيك. المشكلة مش في الشخص، مشكلة في الخريطة الغلط اللي كان ماشي عليها. ودلوقتي السؤال الأهم لينا كلنا: إيه أكتر فخ من اللي اتكلمنا فيهم حسيت إنه بيوصفك بالظبط؟ لأن ببساطة معرفة الفخ هي أول وأهم خطوة علشان نعرف نخرج منه.